نهاركم مربوح. أفضل وصفة خبز الباي ممكن تعتمدوها مع سلاح حتى للقلب وبمقادير مضبوطة. تبعوني. أول حاجة بديت بيها اللي هي شربات 3 كيسان ماء مع كاس ونص سكر، شريحة ليمون، ونحطهم فوق النار 10 دقائق ونطفي. وفي نفس الوقت نخلط 4 حبات بيض مع رشة ملح ونخلطهم حتى يبيض لي الخليط. نزيد معاها كاس غير ربع تاع السكر ونخلط مليح في هذه المرحلة، يلزم يذوب مليح السكر. ونزيد لها كاس غير ربع تاع الحليب ونخلط كل مقادير مليح حتى يتجانسوا مع بعضها. نزيد لها كاس مكسرات مع كاس معمر شابليغ. ودائما مع منتوجات ماما المعروفين بالجودة العالية والنوعية الرفيعة راح ناخذ نص كاس مسمين المتوسط ونزيدو للخليط ديالي، وهذا هو السر اللي يخليه يجي معسل وماشي معجن. وبلا ما ننسى مبشور حبه ليمون وكيس خميره كيميائيه. وفي الاخير نضيف كاس غير ربع زبده دايبه. نخلط مليح حتى تدخل الزبده كامل في الخليط ديالنا ونحصلوا على هذا القوام. نطيبها في فرن مسخن مسبقا على 180 درجه حوالي 45 دقيقه. مباشره بعد ما تطيب وهي سخونه نشربها بالشربات اللي يلزم يكون بارد. وانا هنايا نحب ندهنها بالمعجون، كما تقدروا تزيدوا لها النقاش. والتزيين يبقى لكم، زينوها بواش كان متوفر عندكم في الدار. وهذه الوصفه يلزم عليكم تجربوها، اذا ما درتيهاش ما تقوليش درت خبز الباي. وانا نبقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه وتبقاو على خير.